خديها كلمة مني واحدة بس، السر في التقل. ازاي تخليه يحبك؟ تعالوا يا جماعة، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب كل حاجة تبقى كويسة. النهاردة هنقول فيديو عن ازاي تخليه يحبك ويموت فيكي، يبقى ماشي كده ما بيفكرش الا فيكي انتي وبس، ما بيفكرش حتى في نفسه، انتي وبس. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو عايزة سبسكرايب للقناة ولايك متين للفيديو، واكتبوا لي في الكومنت عايزين اتكلم عن مواضيع ايه، ويلا بينا نبدأ على طول. حاجتين اتنين لازم يبقوا موجودين عندك، هيخليه يلف حوالين نفسه كده وما بيفكرش الا فيكي، كأنك عاملين له عمل. والله التقل، ان انت تقيلة عليه في كل حاجة، مش على الفاضي والمليانه انا بحبك انا بموت فيك انا لا 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 لا، انت اتاخرت ليه؟ انت جيت ليه؟ هريات تليفونات. بلاش الخفه دي، عقلي كده ورسي واهتي، مفيش حاجه مستاهله كل ده. كل كلمه منك بتطلع بحساب. تاني، كل كلمه منك بتطلع بحساب. انت حبيبي وروح قلبي، بس مش في الفاضي والمليان. بتقولي له بحبك بس مش 1,020 مرة. والسؤال المعتاد، هو انت بتحبني يا صلاح؟ انا حاسه ان انت اتغيرت وما عادش بتحبني زي الاول. انا عايزاك تحبني، انا بقول لك حبني، حب فيا شويه، قول لي انت حلوه، قول لي انت جميله، قول لي انت حبيبتي، قول لي يا روح قلبي، لازم تحبني. بلاش الطريقه دي. هو هيحبك، هو اتجوزك خلاص، اتجوزك او خطبك خلاص، يبقى اكيد هيحبك. بيحبك، ايوه بيحبك، بس كل مدى انتوا مع بعض فيه الدنيا بتبقى احسن، الحب بيزيد، العشرة والايام والمواقف والخناقات والصلح والضرب والشد والجذب طول الوقت ده بيخلي الحب يزيد. بس الكلام مش هو التعبير عن الحب. يعني ممكن يعملك مليون فعل يدل ان هو بيحبك وبيموت فيكي، مش شرط ان هو 20 مرة في اليوم انا بحبك وتقولي له انت بتحبيني، انت ما عدتش بتحبيني. لا يعني اهدي كده وارسي. تاني حاجة في التقل، مش طول اليوم والنهار والليل تليفونات، ابوس ايدك بلاش الحركات دي. هو في الشغل دلوقتي، انت عارفه ان هو شغله من 8 ل 2، من 8 ل 10، من 8 ل 20، ما تتصليش عليه خالص ولا كأنك موجوده لحد ما هو يتصل عليكي يقولك ايه انا خلصت، انت فين؟ ده انت وحشتيني. انت كده بتتقلي عليه، فبيبدأ يحس بقيمتك، يبدأ يحس قد ايه انت مهمه، قد ايه ده في حاجه غريبه في اليوم ده ايه ده انا ما كلمتش ليلى النهارده، هي ليلى فين؟ مختفيه ليه؟ لان ليلى امبارح شغاله ولما ما يردش لازم نبعت له على الواتس. يعني ايه ما يردش؟ اهدي، اتقلي، اركزي. كل ده هيقرفوا. الرجاله ما بتحبش الخنقه ولا ان انت تحطي لود عليها ولا الطريقه دي. اول حاجه ايه؟ التقل. تاني حاجه جمال روحك. جمال الروح ده انتوا مش متخيلين هو سحر ازاي على الراجل. حتى لو انت مش حلوه، اولا ما فيش ست مش حلوه، بس في ست ممكن تكون متوسطه الجمال او ما عندهاش مقومات كتيره للجمال. بصي، لازم روحك دي هي اللي بتجذبه، هي اللي بتجيبه عندك، وروحك دي هي اللي ممكن تخليه يبعد عنك ومش طايقك ومش عايز يشوفك حتى لو انت ملكه الجمال. جمال الروح ازاي بقى؟ اللسان، الروح. اللسان، ان انت لسانك ما بيقولش الا كل حلو، ما تجيش تقعدي تنتقدي في الناس وتشتمي في الناس وتذمي في الناس قدامه وتبقي بوشين قدامه. ده جمال اللسان. حلو الكلام ده. جمال الروح بقى ان انت ما يحسش مثلا منك ان انت غيوره، ان انت رايحه مثلا دلوقتي تشتري ترابيزه عشان اختك راحت جابت ترابيزه، فهيبدا يشوف صفات مش حلوه فيكي تضايقه. مش عايزاه يحس منك ان انت بتنفسني، ان انت غيوره، ان انت طول الوقت بتبصي على ده وده وده. لا، ركزي مع نفسك ومعاه فقط. هو كده هيحس ان انت من جواكي سودا، ان انت مش نظيفه، فده كفيل جدا ان هو يبعد عنك وما عادش يعرفك. تالت حاجه، هو انت بتحكي له عن ماضيكي ليه؟ هو الماضي مشرف للدرجه دي يعني عشان انت تحكيه؟ انت ارتبطتي بواحد واثنين وثلاثه ومليون، انت بتحكي له ليه؟ انت يعني فخوره مثلا باللي انت عملتيه والانجازات بتاعتك؟ بلاش اي كلام عن الماضي.
اعتبري الماضي بتاعك ده صفحه واتقفلت من يوم ما انت عرفتيه. اتكلمي معاه فقط لا غير عن نفسك. صدقيني ده بيعمل اثر وحش جدا بينكم وبين بعض. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا حكيتي له على سين او صاد وعلى تصرفات بينكم، هيبدا ياخد مثلا موقف انت عملتيه معاه لموقف انت حكيتيه على مثلا طليقك او خطيبك او الاكس او اي حاجه. فبلاش تحكي اي مواقف. انت ارتبطت قبل كده؟ لو سالك ارتبطت، بس خلصنا. ملوش لازمه بقى نحكي هو مين وحصل ايه وقعدتوا ايه. بلاش حكايات كتير. تمام كده؟ حاجه مهمه قوي، الثقه بالنفس. لازم تكوني واثقه في قدراتك، لازم تكوني عارفه قيمه نفسك حتى لو قدراتك ضعيفه. عندك ميزه مش موجوده عند حد. جوزك اللي معاكي ده او خطيبك هيحبك عليها. ما تحسيش ابدا ان انت ضعيفه، لا انت قويه. وخدي بالك، القوه مش ان انت تسيطري عليه، ان انت تركبي وتدلدلي، لا ده عدم ثقه بالنفس. انت واثقه في حالك انت وحدك بدونه خالص. انا واثقه في نفسي علشان 1 و2 و3 و4 بعيد عنه نهائي. النكد يا لهوي وسنيني عن النكد. النكد امال احنا طالع علينا سمعة عليه بيتقال ان احنا نكديين. بيرافوا من النكد. النكد اللي هو ايه؟ ان انت تختلقي مشكله من لا مشكله. ان هو مثلا مش عايز يخرج فانت مصممه ان هو يخرج فتبدا حريقه في البيت. بلاش نكد، بلاش نكد. نكدي وزعلي بس على موقف تستاهل، مش مواقف هايفه، مش موقف ملهاش اي 30 لازمه. ده بيشوفه بالنسبه له نكد. انت عارفه انت لو صحيتي مثلا وقرفانه او مثلا حد قال لك كلمه ومبوزه في وشه وابوها بيكلمك، هيقول عليكي نكديه. شوفي موقف بسيط، مش ان انت تعرضتي الموقف، مش ان حد ضايقك مثلا وانت زعلانه، لا النكد. النكد بلاش نكد. ابوس ايديكم نشيل السمعه ده عن نفسنا. طول الوقت عايزاكي تحسسيه ان هو البطل المغوار. انا دايما بقول لكم كده في اغلب فيديوهاتي، حسسيه ان هو شاروخان. مفيش منه اتنين. لا شاروخان مين؟ مفيش منه اتنين. مفيش منه اتنين في اي حاجه تتخيليها. يعني دلوقتي لو هو بيشتغل، هو احسن واحد في الدنيا كلها في الحياه في الشغلانه دي. لو دخل عمل معاكي سلطه، واو يا لهوي، ده انا ما اكلتش في حياتي سلطه قد كده. هتقولي لي ده كذب؟ لا يا ماما ده مش كذب. احنا عايزين نحسسه دايما بقيمته. هو الراجل في تكوينه او في شخصيته بيحب يحس ان هو الاسد، ان هو الغضنفر، ان هو البطل المغوار، ان انت مالكيش قيمه من غيره، ان مش انت اللي هي اللي قاعده بتعمل كل حاجه في الحياه وان انت مش محتاجه له. لا 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 لا. هو بيحب يحس دايما ان انت في احتياج ليه، ان انت دايما تحت طوعه، تحت جناحه زي ما بيقولوا، مش وحدك او ليكي. انت في نفس الوقت عندك شخصيه وواثقه في نفسك بس تحت جناحه. ما بتاخديش قرار الا معاه هو، الا ما ترجعي له. ما ينفعش ان انت تاخدي بعضك وتنزلي كده منك لنفسك للبيت. لا 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 لا. سيبكم من الحاجات البدع اللي طالعه جديد دي. لازم يكون عندك اهداف وعارف اهدافك وطموحك في الحياه. مش لمجرد ان انتوا كنتوا مرتبطين من هنا، انت سبت الشغل من هنا، انت قعدت في البيت، فيبدأ يحس ان هو الهدف الوحيد في حياتك. هدفك الوحيد في حياتك ان انت تتجوزي؟ لا ده مش هدف اصلا. ايه ده؟ يبقى انت وصلتي للهدف ان انت اتجوزتي فلان، خلاص كده هدف انتهى والحمد لله، ابوس ايدي وش وظهر واقعد اربي العيال؟ لا. لازم تحسيه ان عندك طموح وعندك اهداف. تتكلمي معاه دايما، انا نفسي اعمل 1 2 و3 و4، حتى لو ربنا ما ارادش ان انت تعمليه، بس لازم يكون في طموح واهداف عندك. بلس ان انت تساليه عن اهدافه هو كمان في الحياه. ازاي ان انتوا هتطوروا من نفسكم، ازاي ان انتوا هتطلعوا فوق، ازاي هتبداوا تتعاملوا في الحياه. لازم كده، لازم يحس ان في مشاركه معاه منك في كل حاجه. المشاركه ما بتبقاش ماديه بس، لا لازم يحس ان انت بتشاركي معاه الافكار، مش قاعده جنب الحيطه مستنياه اول ما خطبك اللوز خلاص انا حققت اهدافي وان انا كده اخر الحياه. لا، لازم يحس ان في كيان قدامه، له شخصيه، له متطلبات، له طموح، له كل حاجه في الحياه. ما بترغيش كتير، ما بتتكلميش كتير، مش نكديه. كل ده هيخلي الراجل يحبك ويموت فيكي. بصي، يمشي يحسس عليكي كده زي ما بيقولوا، ولا بالشده ولا بالعنف ولا بان انت تقفي قصاده كراجل كانكم راجل لراجل. كل الكلام ده هيخليه يكرهك ويسيبك.
اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي